الاهلي فاز على حرس الحدود 1-0. ملك ال90 هو النادي الاهلي، معروف بصمه النادي الاهلي في الدقيقه 90. هو ده اللي حصل. حرس الحدود النهارده بكل امكانياته وبكل ما اوتي من قوه النهارده حاول ان هو يوقف زحف النادي الاهلي. ليه كمان؟ لان حرس الحدود مهدد بالهبوط ومحتاج الثلاث نقط. طبعا محمد يوسف نرفع له بجد، نرفع له القبعه. محمد يوسف مدرب زي ما بيقول المثل اللي عمل من الفسيخ شربات. محمد يوسف النهارده عمل فرقه اسمها حرس الحدود. اتعادلوا مع الزمالك قبل ماتش الاهلي، والنهارده كان ممكن يتعادلوا مع الاهلي وكان ممكن كمان يكسبوا. ابن من ابناء النادي الاهلي اسمه محمد يوسف، مدرب كبير، مدرب قدير فعلا، يستاهل مدرب او مدير فني ليه احد الانديه الكبيره. النهارده محمد يوسف هو ده بقى الفرق بين ابناء الاهلي واي حد تاني. النهارده محمد يوسف كل اللي يهمه شغله ليه فرقته. وقف قدام الاهلي رغم ان عارف النادي الاهلي محتاج الثلاث نقط، لكن مفيش عنده الكلام ده. هم دول ابناء النادي الاهلي، هم دول اللي اتربوا في النادي الاهلي، عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه النادي الاهلي. عشان كده محمد يوسف النهارده عمل مباراة كبيرة جدا قدام الأهلي. لكن الأهلي ملك ال90. بن شرقي النهارده تقدر تقول بقى بين قلبي بين أهلي. النهارده بن شرقي بيثبت إنه فردة تقيلة قوي قوي في النادي الأهلي. عشان كده لما الاهلي النهارده الجماهير اللي ما بطلتش تشجيع من بدايه المباراه كانت واثقه في فرقتها. النهارده برضو مش اداء الاهلي رغم استحواذ الاهلي بنسبه 69% على المباراه، لكن كنا محتاجين جون واثنين وثلاثه. النهارده امام عاشور عمل مباراه كويسه جدا مع النادي الاهلي. نزول عمر كمال، التغييرات هي اللي عملت الفرق بين في النتيجه. لكن النهارده بن شرقي قبل الجون النهارده حاول سدد اكتر من تسديده، عمل اكتر من مراوغه، عمل اكتر من محاوله على المرمى ان هو لكن الزنفول النهارده عمل مباراه برضو كبيره جدا مع حرس الحدود. لكن الاهلي هو الاهلي. الاهلي ملك ال90، ملك ال90. الاهلي هو اللي دايما بيسيطر على اي مباراه. الاهلي هو اللي بيحاول. صحيح النهارده الاهلاويه كانوا حاطين ايديهم على قلبهم ان خايفين ان الثلاث نقط تضيع من الاهلي في اي وقت، وده بيضعف من الاهلي في البطوله، او بيحاول ان هو بيرجع الاهلي لورا. لكن الحمد لله زي ما عودنا النادي الاهلي، زي ما عودنا ابناء النادي الاهلي ولعبته ان هي بتكون عند الموعد او في الميعاد، وقدر النادي الاهلي النهارده ان يجيب جون عبقري ليه بن شرقي او بن قلبي او بن اهلي زي ما انت عاوز قول. النهارده خد راجل مباراه، تاني مباراه له على التوالي. اول مباراه له كانت الماتش اللي فات مع نادي الزمالك وجاب جون. النهارده برضه بيجيب الجون اللي هو هدف الفوز للنادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يتعاقد مع بن شرقي من وعمل المستحيل عشان يكون متواجد مع النادي الاهلي. وزي ما برضه ما سمعنا الكابتن احمد شوبير النهارده صرح وقال ان زيزو متاح وبنتايج متاح للنادي الاهلي. ويبدو كده فعلا ان زيزو في طريقه للنادي الاهلي كمان. هيبقى الاثنين امام مع بن شرقي، وكمان الناحيه اليمين هيكون معاهم زيزو. ده لو حصل هيبقى النادي الاهلي سكواد عالي جدا 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 في المرحله اللي جايه، سواء في افريقيا اللي احنا دينا بيه او في كاس العالم. النادي الاهلي بيبص دايما لقدام. الناس بعكس بقى الناس اللي هي كل همها ان هم بيدافعوا عن الجماهير اللي بتشتم او بتغلط او لكن النادي الاهلي كل همه الثلاث نقط، كل همه البطولات. عشان كده كابتن الخطيب لما طلع وقال في المؤتمر قال ان انا نبيت على اعضاء مجلس الاداره محدش فيهم يرد، محدش فيهم يتكلم، عايزين نشتغل. كلامنا هو الرد، او الرد عليهم هو الملعب، الرد عليهم هو شغلنا اللي احنا بنبينه. شفنا كمان رغم مرض كابتن محمود الخطيب وظروفه المرضيه، لان امبارح راح استاد الاهلي وشاف الشغل ماشي لغايه فين، وتابع الشغل ووصل لغايه فين. فهو ده النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي. هو ده الاهلي اللي احنا بنعشقه، وهو ده الاهلي اللي احنا دايما بننادي بيه وبندور بيه. عشان كده هتلاقي كل ابناء النهل او المحبين
للنادي الاهلي على قلب واحد، على رأي واحد، على كلمة واحدة. ما بيهمهمش اشخاص، لكن قد ما بيهمهم مصلحة النادي. عشان كده الاهلي فوق الجميع، او الاهلي عيش لا ينتهي، دي ما جاتش من فراغ. او الاهلي فوق الجميع ده برضه عكس انديه تاني. شفنا امبارح بيان نادي الزمالك اسف الشديد اللي بيدافع عن الناس اللي اتهكمت وتهجمت على امام عاشور، على زوجته وعلى والدته بالسب والشتايم. وللاسف الشديد مجلس اداره نادي الزمالك دافع عنهم. لكن النادي الاهلي عكس كده خالص. لما قبل كده كان في واقع على حسين الشحات، اول حاجه النادي الاهلي خد قرار في نفس اليوم بتغريم حسين. في النهايه مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، الثلاث نقط مهمه جدا في انتظار مباراه بيراميدز مع الاتحاد. لو حصل تعادل او هزيمه لبيراميدز، يبقى الاهلي كمان بيحط رجله كمان لقدام تاني لبطوله الدوري. ان شاء الله يكون الدوري في الجزيره زي ما بتتغنى وتقول جماهير النادي الاهلي. كده كده يا لعيبه او فرق الدوري في الجزيره عامل فيها عنتر، وبرضه الدوري في الجزيره.